اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ أحلى طبق شعرية بلبن يدفي في البرد اللي احنا فيه ده، وحاجة ايه سهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. حاجة ومكوناتها ايه كلها في البيت. تقومي بقى تعمليها كده للولاد تغذيهم وتدفيهم وكل حاجة. والطبق السخن ده بقى إيه يعني مشبع جدًا، يعني لو جعانة هتاكليه هتشبعي، وحاجة تدفيكِ كده وحاجة مسكّرة، حاجة حلوة كده وجميلة جدًا بجد، وسهلة وسريعة جدًا، مش هياخد معاكِ 10 دقايق. بس بقى إيه، ما ننساش نعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنشوف بقى المقادير بتاعتنا، هنعمل الطبق اللذيذ ده إزاي. يعني اللبن مغذي جدًا يا جماعة، الولاد اللي ما بتحبش اللبن هتاكل بقى بالشعرية كده هتحب الطبق ده جدًا. طبعًا مغذي جدًا، جدًا بجد. حاجة كده جميلة وحاجة سريعة ومش مكلفة خالص، خالص. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف إحنا عملنا الجمال ده إزاي. هنجيب حلة هنحطها على النار، هنجيب بقى معلقتين سمنة بلدي حلوين كده علشان نحمّر بيهم الشعرية بتاعتنا. طبعًا يا جماعة ممكن بأي سمنة عادي يعني بس زيت لأ. يعني زيت لأ بلاش زيت. إحنا هنحط معلقتين سمنة حلوين كده علشان إيه نحمّر بيهم الشعرية. أنتِ ممكن تحطي بقى سمنة أقل من كده بس يعني علشان ما يبقاش في وحدات كده بتتحروق يعني لازم السمنة تبقى كفاية علشان خاطر وحدات الشعرية بتبقى تتحروق كده لمّا يبقاش في سمنة كتير في الحلة. كده بقى تحمَر معانا انتهى تحميرة بقى تبقى لونها دهبي كده ظريف كده مش محروقة، وإيديكِ فيها على طول وتقلبيها بسرعة علشان خاطر ما يبقاش في وحدات محمّرة ووحدات بيضا، فلمّا دي تتحمّر دي هتتحروق وكده. لازم يبقى كلّهم زي بعض. شايفين الجمال؟ هي كده إيه اتحمّرت وخدت اللون الدهبي الجميل ده. هنعمل إيه بعد كده بقى؟ هنجيب مَيّة من الحنفية عادية خالص، وهنسقي بيها بقى الشعرية بتاعتنا دي. طبعًا يا جماعة أنتم ممكن تسقيها لبن، بس أمّا تستوي في اللبن بقى تاخد منِّك كمية لبن كبيرة جدًا. إحنا مش هنستفيد بحاجة إن هي تستوي في لبن أصلًا، يعني أمّا تستوي هتبقى عاملة زي الرز كده، شربت اللبن وخلاص كده. دلوقتي بقى هُم مَيّة وهنسقيها بالمَيّة وهنسويها زي الرز بالضبط، بس هي هتاخد مَيّة زيادة عن الرز شوية. وطبعًا لمّا تغلي وهي لسه فيها شوية مَيّة صغيّرين كده هنهدّي عليها النار خالص لحد أمّا تستوي معانا. وطبعًا ما بتكمّلش 5 دقايق، يعني ما بتاخدش وقت كبير زي الرز ولا حاجة. كده استوت معايا وخلاص كده، أنا هاجيب بقى إيه اللبن بتاعي أو الحليب. وهنسقي بقى الشعرية بالحليب بتاعنا. طبعًا الحليب يا جماعة شوفي القشطة اللي نازلة منه دي كامل الدسم، يعني بقشطته بحاله ما تشيليش القشطة منه وتعمليه. بس بقى اللي ما بيحبوش بقى الحاجة تقيلة عليهم وكده ممكن تشيلي القشطة بتاعة اللبن قبل ما تحطيه. تمام كده يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ ريحته وطعمه لذيذ جدًا، 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 وبيدفّي ويشبّع في السقعة اللي إحنا فيها دي بقى الجو برد جدًا. كل يوم بقى الولاد عايزين حاجة سخنة، حاجة سخنة، وطبعًا حاجة سخنة مش أي حاجة سخنة، ومغذية جدًا كمان. طبعًا أنتِ هتحطّي السكر اللي أنتِ حسب راحتِك يعني. يعني عايزاه كتير حطّي، عايزاه قليل حطّي حسب ما أنتِ يعني أنا حطيت شوية سكر ودُقته بقى عايز سكر هازوّد، مش عايز خلاص كده، تمام كده؟ إحنا طبعًا مش هنسوّي الشعرية في اللبن، هي مستوية خلاص كده، هي استوت وشربت المَيّة كده مستوية وتمام أوي. يا دوب بس اللبن يغلي مع الشعرية، وبعد كده هازوّد رشة فانيليا وهافصل النار على طول. هي كده بتتشرب كده وتتاكل كده وكده زي الفل أوي. رشة فانيليا بقى صغيرة كده هتدّيها طعم وريحة حلوة أوي. لو تشمي بقى الريحة وهي واللبن والشعرية بتتعمل مع بعضها كده يا سلام! طعمها جميل جدًا يا جماعة بجد جرّبوها. أنتِ لو عملتيها مرّة كل يوم هتعمليها، حاجة يعني ما بتقعدش يعني 10 دقايق بالضبط بتكون اتعملت وخلاص. تمام كده يا حبايبي، أنا فصلت النار وغرفت الطبق الجميل ده. شايفين الجمال؟ حلو أوي، 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 أوي يعني ما أقولكوش. هنجيب بقى طبق بقى أو بولة عندنا كده ونغرف إيه طبق حلو كده علشان إيه ندوق. شايفين الجمال؟ طبعًا يا جماعة أنتم لو فاضت منكم في ال
في الحلة أو كده يعني لتاني يوم الصبح أو حاجة هتشرب اللبن كلّه، يعني هتلاقيها الشعرية ناشفة خالص، فأنتِ تبقى عاملة حسابِك في لبن هتزوّدي عليها شوية لبن وتسخّني أو حليب يعني. وتسخّنيها بيه، إنّما أنتِ يعني اعملي على القد برضه إنه ما يفيضش منِّك، شايفين الجمال؟ تتشرب بقى عاملة زي البليلة والحاجات بقى الحلوة بتاعتنا بتاعة الشتا دي اللي بتدفّي يعني ما ينفعش الشتا ييجي بقى كده وما نعملش الحاجات الحلوة دي، الشتا كُلّه حاجات مسكّرة وحاجات سخنة وحاجات حلوة من الحاجات الجميلة بتاعتنا دي، شايفين الطبق لذيذ إزاي يا جماعة؟ جرّبوه بجد ومش هتندموا. ما ننساش بقى نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا.